السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعضينا الواجهة الرئيسية لبرنامج كاب كات. طبعا إحنا لما ننزل برنامج كاب كات من على جوجل كروم عادي وتنزله عندك على الجهاز هيظهر لك الواجهة دي، هتدوس كرييت بروجكت هيفتح معاك الواجهة دي. أنت دلوقتي صورت فيديو أو صورة أو صوت أو أي ماتيريال معاك، سواء بقى صوت صورة أي حاجة عامة معاك أنت عايز تمنتجها، بمعنى صح حاجة أنت عايز تعدل فيها، تعدل حتة فيها مثلا صوت أيا يكن. الواجهة دي هتلاقي كلمة امبورت، الحاجة اللي انت تبدأ تشتغل عليها تحطها هنا، دي يعتبر الروم بتاعتك او الغرفة بتاعتك اللي انت تشتغل فيها. حتى هنا كاتب لك امبورت دراج اند دروب فيديوز فوتوز اند اوديو، هتحط كل حاجة انت عايزها هنا. ادوس امبورت تمام، واختار مثلا اي فيديو انا عايزه، وليكن الفيديو ده فيديو كنت مسجله اللي هو الفيديو اللي فات. تمام كده احنا حطينا الماتيريال والفيديوز بتاعنا او الحاجة اللي احنا عايزين نعدل عليها. اول خانة معاك وهي الميديا. الميديا دي يعني سواء فيديو، صور، صوت، اي حاجه خاصه بيك انت عايز تمنتجها هتلاقيها هنا، وانت حطيتها هنا بالفعل زي ما انا وريتكم من شويه. تاني خانه معانا هتلاقيها اسمها سب بروجكت، ودي لو انت اشتغلت مثلا بروجكتات قبل كده على الكاب كات وعايز تضيفها جنب البروجكت ده عشان تاخد منها مثلا صوت او فيديو او اي حاجه هتلاقيها موجوده هنا. طيب اي مونتير في الدنيا بيكون ليه مكتبه الخاصه بيه، سواء بقى صور، فيديو، ساوند افكت، ساوند ديزاين، اي حاجه عامه يعني. فانت هتلاقيها في كلمه يورز. تمام، يورز ده انت بتعمل ساين ان باي اكونت عندك بالجيميل عادي وبتضيف الحاجات بتاعتك. مهما تفتح الكاب كات ومهما تغير البروجكتات بتاعتك هتلاقي الحاجات بتاعتك موجوده زي ما هي، سواء بقى صور، افكتات، الى ما ذلك يعني. حتى هنا هيقول لك ماي بريسيت، كان معاك مثلا صوره ولا حاجه وحركتها من اليمين للشمال، انت عايز الحركه دي تستخدمها فيما بعد لاي صوره تحطها، فبتعمل حاجه اسمها بريسيت. البريسيت ده بتستخدمه كذا مره من غير ما تتعب نفسك بقى، كل مره بتعمل الحركه بتاعتك من الاي تو زد، فانت مش محتاج ان انت تعمل كده كل مره، انت بتحفظها كبريسيت وكل مره بتستخدمها. اوكي، تاني خانه معانا وهي الاوديو. خانه الاوديو يبقى اي حاجه خاصه بالصوت، سواء صوت انت عامل له امبورت ليك انت، او صوت بتاع كاب كات نفسه، او ميوزك. بعد الميوزك هتلاقي الساوند افكت، اي صوت في الدنيا غير الميوزك، صوت مثلا هوا، صوت مثلا كليك بتاع الماوس، خرابيش مثلا، صوت اي صوت في الدنيا يعني غير الميوزك زي ما قلت لكم. الخانة التالتة معانا وهي خانة التكست. طيب انت عايز تضيف تكست عشوائي مثلا على الفيديو، اي تكست عادي يعني باي فونت، بتدوس على علامة الزائد ويتضاف معاك عادي التكست. الخانة اللي بعدها خانة اليورز. اليورز يعني اي حاجة مفضلة ليك او انت حافظها قبل كده زي ما قلت في الميديا. الخانة اللي بعديها خانة تكست افكتس. الخانة دي فيها تكست عليها افكتات جوه كاب كات نفسه، فانت بتلاقي الكاب كات عامل لك تكستات عليها افكتات من عنده وجاهزة تستعملها كلها زي ما انتوا شايفين. عندنا بقى الخانة وهي أهم خانة فيهم وهي خانة الأوتو كابشنز. يعني أنت لو عندك فيديو أنا بتكلم فيه زي اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي وعايز تحط له أوتو كابشنز، يعني كل الكلام اللي بيتقال بيتكتب تحتيه، أي كلمة أنت بتنطقها بتتكتب تحتيك عادي. الخانة الرابعة معانا وخانة الستيكرز، ودي مش محتاجة شرح. الخانة الرابعة معانا وخانة الإفكتات، دي أهم خانة حرفيا، بتلاقي فيها كل الإفكتات، إفكت مثلا بلور، إفكت مثلا زوم، إفكت أبيض وأسود، أي إفكتات أنت محتاجها هتلاقيها هنا. الخانة اللي بعديها وهي خانة الترانزيشن. ترانزيشن يعني انت لو عندك مشهد ومشهد تاني وعايز تتنقل من المشهد الاول للمشهد التاني بطريقة مثلا كويسة او طريقة جذابة معنى صح، فدي ترانزيشن بتحطها ما بين المشاهد، يعني انتقالات، يعني الانتقالات اللي ما بين المشاهد زي ما احنا شايفين اهو. الخانة اللي بعديها وهي خانة الفلترز، الفلاتر. لو انت عندك مثلا فيديو معين وعايز تضيف عليه فلتر معين ابيض واسود زي ما قلت لكم عادي، فبتلاقي كل الفلاتر هنا ان شاء الله. طيب خلينا نرجع تاني لخانة الميديا ونشوف الفيديو اللي احنا ضفناه عن طريق ان احنا بنجيب الامبورت والميديا. احنا عايزين نشتغل عليه بقى، بنعمل ايه؟ بنشد الفيديو ده ونحطه في خانة اسمها خانة التايم لاين، بتسحب الفيديو كده وبتضيفه هنا في الخانة دي. تمام، زي ما احنا شايفين ده الفيديو بتاعنا، متاح ان احنا دلوقتي بقى نقسم نشتغل على الفيديو، ممكن نضيف تكست، ممكن نضيف الحاجات دي كلها، بس انا مش هقول الكلام ده في الفيديو بتاع النهارده عشان ما يطولش مننا. اوكي، يعني الحاجات اللي انا شرحتها فوق عايز تطبق منها حاجه دلوقتي تضيفها على الفيديو بتاعك، اوكي مفيش مشكله، كده انت تقدر تعدل على الفيديو. تمام. طيب احنا عندنا قائمة تانية وهي قائمة البروجكت وقائمة الديتيلز. قائمة البروجكت ده يعني اي حاجة خاصة بالاي اي، انت عايز مثلا تعمل فويس بالاي اي، صورة بالاي اي، تلوين بالاي اي، تظبط الصوت بتاعك بالاي اي، كل الحاجات الخاصة بالاي اي هتلاقيها هنا. اوكي. القائمة اللي بعديها هو قائمة ديتيلز. يعني ايه قائمة ديتيلز؟ يعني بيعرفك المواصفات بتاع الفيديو بتاعك، مثلا اللوكيشن بتاعه موجود فين على الجهاز، تمام بالتفصيل، الصيغة بتاعته، الكالر سبيس، عدد الفريمات بتاعته، الفريم ريت، ولا ما ذلك. يعني الحاجات دي مش هغوص فيها بمعنى صح غير في الفيديوز الجاية، لان انا لو قلتها دلوقتي ممكن تنساها وزي ما قلت لك، او ممكن ما
تعدي كده زي السحابة، فأنا يستحسن إن أنا أوظّفها في الفيديوز الجاية إن شاء الله، بحيث كل حاجة تتشرح في الوقت بتاعها، تمام. الواجهة بقى الأخيرة وهي واجهة العرض، اللي أنت بتشوف منها الفيديو بتاعك، تمام. هنا النسبة بتاع الفيديو لو أنت عايز مثلًا تعرضه بأي نسبة أنت عايزها، مثلًا بالطول، بالعرض، بأي نسبة أنت محتاجها. وهنا هتلاقي جودة الشاشة بتاعتك، يعني أنت الfull quality، high quality، medium quality، low quality. يعني أنت مثلًا فيديو مثلًا تقيل معاك والّا حاجة وعايز إن أنت تخفف الجودة بتاعته عشان ما يبقاش بطيء معاك، فأنت بتضبطها من هنا. الزوم هنا ممكن تعمل zoom in وzoom out في شاشة الpreview بتاعتك. فبس دي كانت فكرة فيديو النهارده، أتمنى يكون الشرح قد نال إعجابكم. لو حابب تستفسر عن أي حاجة الإنستجرام بتاعي تحت في الوصف لو عايز تستفسر عن أي حاجة إن شاء الله. وبس دي كانت فكرة فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.